السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الكب كيك بطريقة جميلة جدا وطعمها جدا رائع. المكونات اللي معايا هنا، انا معايا هنا 2 مقدار، فهقول مقدار واحد فقط، عيار مقدار واحد فقط. 250 جرام من الدقيق، 250 جرام زبدة، 200 جرام من السكر، 3 بيضات كبار، 4 لو صغيرين، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، فانيليا، معلقة من الخل، ذرة من الملح، ربع كوباية من اللبن الحليب. دي المقادير اللي معايا. معايا هنا طبعا صواني الكب كيك وورق الكب كيك اللي احنا هنحط فيه العجينة ونخبزها فيه. انا هنا مش جايبه شكل واحد، انا جايبه اكتر من شكل. طبعا الولاد بتفرح بالالوان الكتير دي. هنسمي الله كده ونبدأ العجينة. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا البيض، هحط عليه ذرة الملح، وهحط عليه باكيتين من البواكت الفانيليا، وهحط عليه معلقة من الخل. تمام، بالشكل ده كده. هجيب الدقيق واحط عليه باكو البيكنج باودر. نحط الباكو كله هنا، انا هحط الباكو كله هنا علشان انا عامله 2 مقدار. هنجيب بقى الزبده بدرجه حراره الغرفه. لو انت عندك عجان هيسهل عليكي طبعا عمليه العجن والوقت كمان. المضرب بياخد وقت شويه عن العجان، بس انا العجان عندي بايظ، فاضطريت ان انا استخدم المضرب اليدوي الكهربائي. ف هضرب الزبده كويس جدا شويه، هقعد اضرب فيها شويه لحد ما يفتح لونها. تضربي فيها يجي 10 دقايق كده واكتر لحد ما يفتحي لونها، تروحي نازله عليها بالسكر. هتضربي برضو شويه بتاع 3 4 دقايق كمان لحد ما يندمج السكر مع الزبده وتحسي انها بقت هشه كده وخفيفه. بالشكل ده هتلميها بقى كويس وهتنزلي بالبيض. بالشكل ده كده هننزل بقى بالبيض ونضربه برضو دقيقتين 3 كمان. انت اول ما تضربي بتبدأي في الضرب كده تحسي ان هو عمل زي لانه فاصل من بعضه، يعني تحس ان في حاجة عايمة على الوش كده من البيض، بس مش مشكلة خالص. انت بس اضربي فيها هي هتلم مع نفسها تاني. اضربي كويس جدا لحد ما القوام تحس انه بدأ يعلى وينفش بالشكل ده كده. هنضيف بقى ايه؟ اللبن، ربع كوباية من اللبن. هننزل بالدقيق. انا هنا حسيت انه تقيل شوية على المضرب، فهساعده باني بالسباتيولا كده افرغ الهواء والم الدقيق في قلب العجينة من كلها على بعضها على لحد ما يمتزجوا كده، واروح نازله عليهم تاني بالمضرب بالشكل ده. وضفت بقية اللبن اللي كان في الكوباية، حبة صغيرين ما نضيفش كتير، يعني ضفت حوالي معلقة كمان زيادة. انت لو لقيتي بعد العجين حسيتي ان هو تقيل ضيفي لبن، بس معلقة بمعلقة، لان هي ما بتاخدش سوائل كتير. هنضرب بقى كده شوية، واحنا طبعا مجهزين القوالب الكب كيك. خدت جزء من العجينة دي حطيت عليها معلقتين من الشوكولاتة كاكاو الخام، هشكل بيها بس او اعمل فيها شكلك كده على خفيف. هحط معلقة من الابيض ده وعليهم معلقة من صغيرة مثلا على الوش كده، بشكلها بشكل كده مش عشوائي. يعني احط حتة بيضة وفوقها معلقة صغيرة مثلا من الجنب، من النص. شكليها بقى زي ما انت عايزة، هي هتديكي في النهاية اي شكل عشوائي. هي بتفرش وبتشكل نفسها بنفسها يعني. تمام، بالشكل اللي انت شايفاه ده. طبعا احنا مجهزين الفرن مسخنينه على درجة حرارة 180، تاخد من 10 ل 12 دقيقة. يعني بعد 10 دقايق كده اختبريها، لو لقيتها استوت طلعيها، انت حسب فرنك وانت ادرى بيه. ده كده الصاج الاولاني اول ما طلع ما شاء الله هش وعالي وخفيف. يعني انت تمليها ما تخليهاش عالية قوي، لان في واحدة انا عليتها شوية فهي فرشت اللي هي في ايدي دلوقتي دي.
فانتي ما تبقاش ملانة قوي للاخر. تمام. دي بقية الكمية. عاملة جزء منهم بمربى المشمش. مربى المشمش دي اطعم مربى تستخدميه فيها في الحلويات. انا كنت عاملاها قبل كده، ممكن ترجعوا للقناة، اول فيديو عملته خالص، والقناة مبقالهاش كتير، فانتوا ممكن تلاقوه بسهولة، او لو عملتوا عليها بحث هتلاقوه. الطريقة سهلة وجميلة جدا، وطعمها جميل جدا، وانا بعملها بقالي اكتر من 5 سنين. حطيت جزء من الكيكة وحطيت عليها معلقة من المربى، وحطيت الجزء التاني، وحاولت ان انا اسويها كده في بعضها، بس انا بصراحة ما صورتش الطريقة دي. تمام. تمام. الكيكة اهي بعد ما طلعت هشة وجميلة جدا. ده الصاج الاولاني. انا كده بزقهم صاج بصاج، الصغيرين دول بزقهم 3 ب3. ده بقى اللي فيها مربى المشمش. هي بس كانت سخنة شوية فكانت سايلة قوي، بس طعمها خطير، ومربى المشمش طبعا انتوا كلكم عارفينها. ولو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، واتمنى ان الفيديو ينول اعجابكم، وان انا اكون بقدم لكم حاجة مفيدة، والى اللقاء في فيديو جديد.